حسن التلاوة وجودة القراءة الموصلان لرضا الله المؤديان بالفوز بسعادة الدنيا والآخرة. أول حاجة طيب حسن القراءة جودة القراءة حسن التلاوة وجودة القراءة. والهدف الهدف منه صون اللسان هو الكتاب. نعتمد على الكتاب. الهدف من دراسة التدريب صوت اللسان من اللحن والخطأ في كتاب بالله في كتاب الله. طيب الثمرة هي جودة ايه؟ حسن الأداء حسن الأداء وجودة القراءة الموصلان لرضا الله المؤديان بالفوز بسعادة الدنيا والآخرة. احنا دايما ساعات نقول ايه الثمرة؟ ايه الثمرة؟ ساعات نقول ايه الفوز بسعادة الدنيا والآخرة، ونختصرها ونقول ايه الثمرة ايه الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. فايه أجل ساعات تقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طيب الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع صبر القرآن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تخلص خير الدنيا والآخرة. فواحنا من ايه؟ الثمرة حسن الأداء وجودة القراءة الموصلان لرضا الله. فطالما ربنا رضي يبقى هتفوز بسعادة الدنيا والآخرة. طيب بنقول هل للتلقي أهمية؟ هل لتلقي القرآن أهمية؟ نعم لتلقي القرآن هنا أهمية التلقي. بنقول نعم لتلقي القرآن أهمية. ليه؟ نختصرها نقول ايه؟ نقول لأنه يوجد بعض الكلمات في القرآن لأنه يوجد بعض الكلمات في القرآن يخالف رسمها نطقها. كلمة جزاء هي دي الأصل، مش دي الأصل، هي مكتوبة كده جزاء شركاء دي الأصل. لما نكتب شركاء ايه مكتوبة كده شركاء الصلاة الزكاة وهكذا بأيكم المسؤول. بأيكم فيها محذوفة وسماء بنيناها بأيجين برضه فيها محذوفة، بخلاف ان في بعض الكلمات لا تضبط. يبقى بجانب ذلك ايه؟ يبقى ده جانب ان احنا بنقول لأنه يوجد بعض الكلمات في القرآن يخالف رسمها نطقها، وأيضا يوجد بعض الكلمات في القرآن لا تضبط إلا بالمشابهة. واحد يقول إيه؟ فثقالهما ثم تولى من الظل. فثق من فثق. ماذا بيقول إيه؟ فثقالهما
فسقى لهما فسقى لهما دي غير ايه؟ غير النعم. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. تقيا طيب هي تقيا. ففي بعض الكلمات لا تضبط. البعض يقول ايه؟ وكفى بالله وكيلا. وكفى يعني غلط. لا تقول لا ما تقولش وكفى. ايه؟ وكفى وإذا وإذا وإلى 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 وعلى وعلى إذا هم بدل ما يقول وعلى الله يقول وعلى الله وإلى الله يقول وإلى الله وكفى بالله وكفى بالله. يبقى في كلمات لابد ان هي تطبق ايه؟ هو متعود ان هو يقولها وكفى بالله وكفى بالله. لكن بيقول لا تعالى هنا انت بتقولها ازاي وكفى بالله؟ قول وكفى بالله. يبقى في كلمات تطبق بالايه؟ من خلال المشابهه. خلاص كده؟ طيب نقول بعد كده هل نمشي بنظام غير مريد؟ عشان انتوا معاكم غير مريد؟ ليه؟ ليه ما هنغير هنمشي برضه دي ايه؟ وهناخد بعض. هو عندكم؟ عندنا. طيب احنا لو مشينا بيه بس نجرب طريقه ثانيه. ماشي ما هنجرب ايه؟ نجرب طريقه هنقول ايه؟ طبعا هو المقدمه دي تقرا يعني مقدمه الكتاب. لا انا اقصد المقدمه لما ابدا استحسن من الاحكام كاحكام ده معنى لكن انا اقصد ايه يعني مع المقدمه في مقدمه للاحكام. المقدمه للاحكام دي ايه؟ بنقول مثلا ايه طبعا هو بيتكلم هنا على فضل القران واهميه تلقي القران وذلك بيتكلم برضه ايه على اهميه تلقي القران وتعلمه وتعليمه الاحرف السبعه والايه طبعا دي خلاص ما فيهاش مشكله. طيب على بركه الله. طيب بعد كده بنقول ايه؟ طيب اركان القراءه الصحيحه يبقى بنقول ايه؟ بنقول العلماء حطوا 3 اركان عشان يحكموا على القراءه دي اذا كانت قراءه صحيحه او قراءه غير صحيحه او قراءه شاذه. فقالوا ايه؟ فقالوا القراءه الصحيحه لها اركان لابد ان هي تتوفر فيها 3 ايه؟ اركان ما ينفعش يختل منها ايه؟ ركن. فقالوا اول حاجه موافقه وجه من اوجه اللغه ولو ايه؟ ولو ضعيف ولو ضعيفا لان قد يجي القاعده عند البصريين او الكوفيين او الحجازيين او الشاميين قد قاعده تكون عند دول قويه قاعده عند غيرهم تكون ايه؟ ضعيفة ولو ولو ضعيف ده الرسم العثماني ولو احتمال اللي هو ايه؟ لما نقول ايه؟ تحتمل عظامة وتحتمل عظمة. هي دي ايه؟ يبقى موافقة الركن الثاني موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. مالك يوم الدين يبقى تحتمل قراءة مالك يوم الدين وتحتمل قراءة مالك يوم الدين. تحتمل قراءة عظامة مضغة عظامة وتحتمل المضغة عظمة. تحتمل الرسم يحتمل دين ويحتمل الدين. نعم. حافظ الله علينا لما كتبوا هم العوامل انا هقول ان شاء الله. طيب الركن الثالث قالوا صحة الاسناد. صحة الاسناد يعني توافق يعني عن فلان توافق اللي هو صحة السند يعني كلهم يكونوا ايه عدول ما يكونش فيهم شي واحد شاذ ما يكونش فيهم واحد غير عادل او كده يبقى صحة ايه اسناد. فالامام ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر في متن طيبة النشر قراءة العشر قال ايه فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القرآن
فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. يبقى تختل ركن من ثلاثة فكل ما وافق وجه نحو وكان للرسم احتمالا يحمل وصح إسنادا فهذه الأركان وصح إسنادا فهو القرآن فهذه الثلاثة بالأركان وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو اختل ركن من ثلاثة دول يثبت الإقرار الشاذ وحيثما يختل ركن أثبتي شذوذه لو أنه في الإيه؟ في السبعة. ليه ما يمشي على 10 ليه ما يمشي 10 إيه؟ هو مش الآن من ده بيعتمد 10 هو عاوز يقول لك إن هو إيه؟ لا صح من يقولوا لا هو عاوز يقول لك إن دول بقى إيه؟ دول اللي هم الناس أول ما شدوا ثبتوا على إيه؟ أشهر الحاجات اللي هم السبعة. بس في كانوا تلاميذ بقوا إيه؟ بقوا شايف كانوا تلاميذ خلف الإمام خلف وكان تلميذ للإمام حمزة وبعد كده في العشرة بقى إيه؟ هو شيخ وليه تلاميذ هو شيخ وليه تلاميذ. هو في سنة خارج من الإمام الجزري أو الشرطة ده هو فرق ده هو نقطة ضعف الإمام الجزري مش نقطة ضعف والإمام الشاطبي نقطة ضعف بس ده بيرجع عليهم يعني مش كل سنة عليهم لا وفي معلومة أنا بقصد إن مفيش سنة خارج منه يعني سنة بعدين دي ولا سليم يعني هو يكون نووي وبعدين ان هو يكون موافق للرسم العثماني كما مثلا ايه فاذا حكمت الصلاه فانتشروا في الارض كده. طيب ينفع نقول شمسوا في الارض هذا وافق تمام لكن لما نقول مش يدينه شكل واحد اهو من غير النقط فتبينوا فتثبتوا يبقى الكلمة دي والكلمة دي يحتمل الرسم احتمالها من غير النقط ولا لا؟ لو كده الرسم احتمالها ولا لا؟ ملك ومالك يحتمل مالك ويحتمل مالك ولا لا؟ طالما رسم يحتملها عظامة هي كده ايه؟ عظم تحتمل عظمة تحتمل ايه؟ عظام هذه معنى ايه؟ ان الرسم ايه؟ يحتويها لا حط مش عظام في رواية حط عظامة لكن مش عظمة خلاص كده؟ هي هو العلم مكتوب عظمة ولا عظمة؟ عظمة العلم مكتوب عظمة الرقم الأول لا ما كانش فيه حركات احنا قلنا اصلا ما كانش فيه نقط ولا حركات مش مشكل القرآن لما رسم بدون تشكيل وبدون نقص عشان يحتمل ما هو ليه يولد من هنا القراءات السبعة والعشرة لأن هو رسم 6 نسخ مصاحف توزعت على البلاد الشامي والكوفي والبصري والحجازي مكة والمدينة وزعت على الأمصار البلاد لما وزعت على البلاد جت من غير نقص من غير ايه ده بعد كده بعد في العصر الثاني الهجري لما بدأ بقى دخل يخش الأعاجم وكلامته وانتشر دخول العجم في الإسلام بدأ ايه بدأ يتم التدوين بقى وبدأ ان هو يتم النقص عشان ايه عشان ان هو ما يحصلش ايه خلط ما بين الأعاجم والقرآن. بس احنا كده وصلنا يا شيخ مش لا 7 قراءات ولا 20 ولا 10 قراءات 20 رواية 20 رواية مختلفة 10 قراءات. ماشي هو انت دلوقتي مش ايه ما تقولوا خلاص موضوع الروايات والاخر قلت خلاص ده منتهي احنا عارفينه.
انا جيت اخش فيه قلت لا احنا عارفين طيب عارفين كلنا عارفين الناس دول ذاتين. طيب كلنا عارفين اسناد الامام عاصم. لا 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 ما اعرفش حاجه. امشي بالتسجيل الريح يا مولانا. اعتبرنا مش عارفين حاجه خالص يا مولانا. بنقول ايه؟ بنقول طيب دلوقتي احنا بنقرا عن مين؟ بنقرا بروايه حفص عن عاصم. بنقول روايه بنقرا بروايه حفص عن عاصم من طريق الشاطبي او بالمد المفصل او من طريق طريقه النجم كده. طب ايه هو سند عاصم؟ ايه هو سند الامام ايه؟ عاصم. طبعا هو كان شيخ القراء في الكوفه. شيخ القراء في الكوفه. ابوه اسمه عبد الله وامه اسمها بهدله. اسمها بهدله. عاصم بن بهدلة. عاصم بن بهدلة بعض الحديث. ايوه طبعا ايوه عاصم بن بهدلة. فهي طبعا ايه الامام عاصم ادي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب طبعا قرأ عليه علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود. طيب علي بن ابي طالب قرأ عليه ابو عبد الرحمن السلمي. عبد الله بن مسعود قرأ عليه ذر ابن حبيش. طيب قرأ على الاثنين الامام عاصم. الامام عاصم قرأ عليه تلاميذ كتير منهم حفص ومنهم شعبة. أشهرهم مين؟ أشهر تلاميذه حفص وشعبة. أشهر تلاميذه. الإمام عاصم كان زوج أم الإمام حفص. كان جوز أم الإمام حفص. الإمام حفص بعد ما أبوه مات الإمام عاصم تزوج إيه؟ أم الإمام إيه؟ يبقى الإمام عاصم زوج أم الإمام إيه؟ يبقى إذا الإمام حفص ربيب الإمام إيه؟ عاصم. مش ربنا بيقول وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن؟ نعم. طيب الربيب يعني ابن مرات. يبقى الإمام حفص ربيب الإمام عاصم بمعنى أن الإمام عاصم زوج أم الإمام حفص. كويس كده؟ فطبعا الإمام عاصم يبقى السند لما يجي يقول لك إسناد الإمام عاصم اذكر إسناد الإمام عاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقولوا إيه؟ الإمام عاصم إسناد قرأ على أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ على ذر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما يجي يقول لك بقى اذكر إسناد الإمام حفص يقول إيه؟ حفص عن عاصم عن أبو عبد الرحمن السلمي عن علي ابن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ده ايه؟ ده اسناد الإمام عاصم وده اسناد الإمام ايه؟ حفص. الله. طب امال ليه الموضوع ده ظابط نفاش ده ماله؟ ده شعبة. ليه؟ لأن الإمام شعبة خالف الإمام حفص رغم ان هما شيخهم واحد، بس خالف الإمام حفص في بعض الايه؟ في بعض الكلمات. بعض ايه؟ زي مين ومن؟ البعض الإمام حفص يقول ايه؟ هزوا. كلمة ايه؟ هزوا بضم الذات. الإمام حفص يقول هزوا. الإمام حفص يقول زكريا. لما دخل زكريا المحراب هو يقول زكريا بمد المتصل. الإمام حفص
يقول وجبريل وميكال. الإمام شعبة يقول إيه؟ ميكائيل. الإمام حفص يقول صلية عدية. الإمام شعبة يقول إيه؟ صلية عطية، يضم إيه؟ الإمام حفص كل كلمة بيوت في القرآن ضمنها بيوت. الإمام شعبة كسر الباء كلها. بيوت. ما احنا هنقول اهو تأجيل الإمام حفص لما سمع الإمام شعبة فرجع للشيخ بتاعه قال يا إمام أقرأتني وأقرأت شعبة، ولكن شعبة يخالفني. شعبة بيخالفني. جاب المخالفة منين؟ قال ابن عقبة قال أقرأتك، قال قرأت على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيب طريق علي بن أبي طالب وعبد بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أقرأتك من طريق أبو عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب عن النبي، وأقرأت شعبة من طريق زر بن حبيب عن عبد الله بن مسعود. يقرأ ده من طريق، يقرأ ده إيه؟ من طريق، والاثنين كلهم قرأوا على إيه؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاختلاف إيه؟ جه نتيجة إيه؟ جه نتيجة إن ده من طريق وده إيه؟ من طريق. إحنا بنقول بقى إيه؟ بنقول القراءة. إيه هي القراءة؟ القراءة هي التي تنسب للتلاوة في اللفظ القرآني. القراءة هي تلاوة أو القراءة اللفظ القرآني تلاوة أو قراءة اللفظ القرآني لأحد القراء السبعة أو العشرة. طيب الرواية. طيب يبقى القارئ عرفنا مين القارئ؟ القارئ هو مين؟ أحد القراء السبعة أو العشرة. بنقول عاص، قراءة إيه؟ عاص، قراءة نافع، قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، قراءة أبو عمرو. بدأت دول القراء السبعة. فكل قارئ بعد كده تلاميذ القارئ اسمهم ايه؟ رواه. يبقى القارئ هو مين؟ أحد القراء السبعة أو العشرة. طيب الرواية الراوي الراوي هو تلاميذ القارئ. تلاميذ ايه؟ القارئ. طب الطريق هم ايه؟ هم تلاميذ الراوي. تلاميذ ايه؟ الراوي. بمعنى ثاني بنقول زي ما احنا قلنا كده رواية مين؟ حفص. يبقى عاصم القارئ، حفص الراوي اللي هو تلميذ عاصم. ومن هنا تشعب بقى التلاميذ كتير، اما بتوسط منفصل للشاطبي او بخط منفصل اسم الجبل. دي طيبة من الشاطبية او طيبة النجم. فاحنا نقول ايه؟ رواية حفص عن عاصم من طريق ايه؟ الشاطبية. وضحت ولا لسه؟ الإمام الجزري أصلا سنده يخص بالإمام الشاطبي. ماشي. كان يعني أصل بعد ده لأن ده جمع طرق أطول. ده خد طريق واحد. ده خد إيه؟ في تلاميذ هنا. خلي بالك ده مش على طول. ده في تلاميذ هنا كتير. الإمام الشاطبي ده بعدهم. يعني مش هو واحد من حصل على طول. لكن إيه؟ ليه؟ لأن أصلا الإمام عاصم توفي. الإمام عاصم توفي سنة 128 هجرية. قالوا إن 127 وقالوا إن 108 وإيه؟
وعشرين سبحان الله. طب الإمام حفص ولد سنة 90 ومات سنة 180 90 سنة. مات عنده ايه؟ 90 سنة. وبعد ما الإمام عاصم كان هو شيخ القراء في الكوفة، لما مات مين اللي مسك مكانه؟ الإمام حفص هو اللي مسك مكانه شيخ الإقراء في الكوفة. ليه؟ لأن الناس كانت بتميل لحفص قراءة حفص عن ايه؟ عن شعبة. ليه؟ زي ما تقول ايه؟ لما يكون واحد متربي في بيته، واحد متربي ايه؟ في بيته، ختم ختمة واثنين وثلاثة واحنا ختمة وما بنشوفش الطالب تاني، مش كده؟ خلاص راح بدأ بقى يشوف طريقه. لكن لما يكون بقى ابني في البيت وختم عليه ختم، طب يابا سمعني الجزء ده، حاضر يا ابني سمع، اظبط له حاجه، يابا سمعني الجزء ده عشان عندي تسميه، يا سمعني الجزء ده اظبط له حاجه جديده. يبقى ختمات ورا ختمات. فقال ايه الامام الشاطبي؟ قال عن الامام حفص: وحفظ كان بالاتقان مفضلا. مفضل ليه؟ هو كان متقن ليه؟ لان قاعد في بيته، قاعد معاه في البيت عمال يراجع عليه ويختم ختمه بعد ختمه، مره يظبط له حاجه واللي بعدها يظبط له حاجه فضل ايه؟ تكرار. طيب يبقى القارئ هو احد القراء السبعه والعشر، الراوي هم تلاميذ القارئ، الطريق هم تلاميذ الايه؟ الراوي. فاحنا بنقول الروايه، احنا بنقرا بروايه حفص عن عاصم من طريق الشاطبيه عن ابي عبد الرحمن السلمي. يبقى خلينا ايه؟ يبقى روايه حفص عن عاصم من طريق ايه؟ الشاطبيه. يبقى ده القارئ وده الراوي، ده تلميذه من طريق ايه؟ او واحنا طريق او نقول قراءه ورش عن نافع، ده القارئ ثاني، ورش عن نافع من طريق الازرق، واحد الرواه، احد ايه؟ الرواه. يبقى وهكذا ايه؟ تختلف الرواه. خلاص حته الطريق والروايه وسند عاصم وسند الامام عاصم وسند الامام حفص. طب يابا بقى من عبد الحق منه بعد كام اهو ما هو الشعب مش الجزائري، الشعب بقى منه مين؟ ما هو الشعب طالع مين؟ شعب عاصم ضرب ابن حبيب عبد الله بن مسعود. توظف تحت توظف شيخ ليس طبيعي والتبعية حفظ هنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا تلاميذه برضه هتلاقي ايه؟ برضه شاطبيه، لان شعبه بيمد برضه ايه؟ بيمد المنفصل، ما بيخسرش المنفصل. يعني شعبه ايه؟ ما بيخسرش المنفصل، شعبه بيمد المنفصل. كل ما بيمد المنفصل، فبرضه ايه؟ الإمام الشاطبي هو أول جمع السبعة، هو أول جمع السبعة. الإمام الجزري اللي جمع العشرة، على العشرة الصغرى وعلى الصغرى، عمل 10 الصغرى. وعمل ايه؟ الإمام الشاطبي عمل متن الشاطبية في القراء السبعة، جمع القراء السبعة والرواة بتوعهم. فجمع ايه؟ القراء السبعة، وكل قارئ خد أشهر ايه؟ أشهر راويين، وعمل لهم المتن اللي هو متن الايه؟ الشاطبية 700 وشوية بيت، 700 بيت وشوية، 725 أو 27. طيب جه الإمام ابن الجزري من تلاميذ الإمام الشاطبي، راح عامل إيه؟ راح جامع 3 تاني يبقى متن الشاطبي. بعد كده راح جامع يبقى دول 700 وشوية. بعد كده ابن الإمام الجزري ده الإمام الشاطبي. بعد كده الإمام ابن الجزري راح جامع ايه؟ راح عامل متن الدرة، ده متن الشاطبية. متن ايه؟ الشاطبية في القراء السبعة. الإمام الجزري عمل ايه؟ متن الدرة. الدرة هو جمع 3 مشايخ، ال3 قراء الجداد بالرواة بتوعهم، وراح عامل لهم متن 200 وشوية. كويس؟ اللي يحفظ دول ودول
يبقى دي بنقول ايه؟ العشرة الصغرى، عشان لما نعرف نسمع مسميات كده نبقى عارفين ايه؟ يعني ايه العشرة الصغرى والعشرة دي؟ الكبرى. طب اللي حصل دول ودول بعد كده الإمام ابن الجزري راح عامل ايه؟ مد ابن الجزري برضه راح عامل ايه؟ مد طيبة النشر في القراءات العشر حوالي 1200 وشوية نقط كويس. اللي يحفظهم بقى بعد دول ويقرأ بيهم يعمل ايه؟ فهو جمع ال10 قراء اللي هم السبعة دول اللي جمعهم الإمام الشاطبي والثلاثة دول بالرواة بتوعهم يبقى 20 قارئ. دول ده 200 بيت وشوية وده 700 ده فوق 720. اللي يجمع دول يحفظ المتنين متن الشاطبية ومتن الدرة ويقرأ بيهم القرآن يعتبر ايه؟ شرع القرآن ب10 صفر. طب بعد ما يخلص دول يحفظ متن طيبة النشر اللي هي 1200 بيت فوق ال 1200 بيت كويس؟ يحفظهم يعمل ايه؟ ويقرأ القرآن بيهم من طريق ابن الجزري يبقى ايه؟ دي 10 الكبرى. ينفع عليه بقى خلاص؟ يبقى دي 10 الكبرى ودي 10 ايه؟ الصغرى. خلاص؟ لا احنا في 3000 بيت كده. ها؟ في 3000 بيت كده. ده الراجل عنده سلم نقول له يعني تطلع رابع دور من قبل من غير تطلع ثاني دور. هدور هيختار الحق بقى اهو. احنا في ربنا جبنا يا شيخ معلش يعني. يا عم علينا الاول صف الحفاظ ده مش عارفين انا عاوزين طيبه الناس. هو الفصل يا باشا ياخد ويبنى انت عارف الرواية تعريف الرواية ما هي ايه؟ هي طريقة القراءة طريقة تلاوة اللفظ القرآني أو قراءة اللفظ القرآني تلاوة أو قراءة اللفظ القرآني لأحد تلاميذ القارئ اللي هم الرواة. والطريق هو برضه ايه؟ الطريق هو اللي هو تلميذ التلاميذ وينسبوا النسبة بتاعته. طيب بعد كده بنقول ايه؟ انا بديك خلفيه عنه ما تجيش الصوره دي انا تقول ايه؟ ال 700 وال 200 وشويه يبقى دي 10 صور يبقى قرأ في 10 صور. طب بعد ما خلصهم يحفظ ناس طيبه في النشر يبقى ايه؟ يبقى في الحاله دي 1200 وشويه يبقى في الحاله دي ايه؟ ويقرأ بيهم القرآن بالطريق ده يبقى في الحاله دي يبقى هو جمع ايه بين ال10 صور جمع الجمع رموز خلاف الشرطيه. ده رموز غامضه خالص. ده خريطه واحد عايز يمشي لا احنا بنقول ايه؟ هم كتبوا ايه؟ السبب لا مش الاملاء عن الرسم، الاملاء عن الرسم جه منين؟ احنا بنقول الاملاء عن الرسم جه منين؟ بنقول ان هم اصلا ان القرآن نزل على 7 احرف. نزل القرآن على 7 احرف كل حرف منها شاب كاتب. وحديث آخر اللي هو إيه؟ ما زال جبريل يسرعني وأراجعه حتى نزل القرآن على 7 أحرف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا تخفيفا عن الأمة لأن في لهجات مختلفة. في لهجات إيه؟ مختلفة. فاللهجات المختلفة دي زي البعض إيه؟ يقول ولد بدل ولد يقول إيه؟ ولد ياكل حروف يبدل. كان يبدل حرف شين مع كاف مطرح كاف وتاء مطرح راء وراء مطرح ياء. دي كلها كانت لهجات العرب. ففي حروف بعض القبائل كانت تنطق حرف مكان حرف. ليس من البر الصيام فمسرق تقول ليس من البر ام صيام فمسرق. فطبعا تخفيفا على الامه النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربنا ان هو ينزل القران على لهجات مختلفه عشان تتناسب مع الايه؟ كل قبيله مع القبائل تخفيفا على الامه. حتى ان هو ما كانش بيعرف الصحابه
غير لهجة قريش بس، غير لهجة ايه؟ قريش. حتى وما حدش اقرب المقربين للنبي صلى الله عليه وسلم بينهم سيدنا عمر ما يعرفش ان كان في قراءة ثانية او لهجة ثانية غير ان هو دخل المسجد اخر الليل، بص سمع ان مين؟ سمع ان هشام بن حكيم بيعمل ايه؟ بيقرأ القرآن وهو ايه؟ برواية ثانية، بلهجة ثانية، بحرف ثاني. سأل ايه؟ كنت ان انا اخرجه من الصلاة. فانتظرت، مسك نفسه لحد ما خلص الصلاة، وبعدين مسكه وشده للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى للنبي صلى الله عليه وسلم ايه يا عمر؟ دعه ايه؟ قال له هشام يقرأ بغير ما اقرأ ثاني، بيلخبط في القرآن، بيلحن في القرآن، بيقول قراءة مزاج، بيقول حاجة. قال اقرأ يا عمر، قال قرأ عمر في القرآن، قال هكذا مثلا. قرأ هشام، اقرأ يا هشام، فقرأ بالحرف اللي هو حفظه، ما حفظوش بقى لهجة قريش، ده حفظوا اللهجة الثانية عشان يروح يعلموا يبعثوا بلد معينة ما يقولش للصحابة كلها. فقال هكذا نزلت عمر. قال كيف وصدق؟ قال نزل القرآن على سبع. هنا بدأ الصحابة تعرف ان في ايه؟ لهجات مختلفة وأحرف مختلفة. فبدأ يعلم يلعب كل بلد بلهجة معينة غير التانية، باللهجة اللي تتناسب معاه. لحد في عهد سيدنا عثمان لما حصل طبعا الجامعة الأولى كانت في الصدور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ورق الشجر والجلود وكلام من ده. في عهد سيدنا عمر لما مات الحفظة في معركة اليمامة والردة وحروب الردة وكلام من ده وحروب مسيلمة الكذاب، فطبعا الصحابة أشاروا على سيدنا عمر إن هو يجمع الايه؟ القرآن بدل ما هو مفرق عند الصحابة اللي كاتب شوية واللي كاتب آية واللي كاتب سورة، فأشاروا عليه إن هو يجمع. فأمر ذلك بثابت إن هو يجمع القرآن في صحائف ورع دفاتر بقى، يعني كل جزء مثلا في الأوسط ملابس ده كده دفاتر. فجمعهم ايه؟ جمعهم امر زيد بن ثابت ان هو يجمع القرآن ومعاه شاهدين. فزيد بن ثابت بيقول لو امرني ان انقل جبل ان انا انقل الجبل من مكان لمكان لكن اهون عليا مما كلفني به. فهو ايه؟ فبدأ ان هو يجمع ما كتب في السطور وما حفظ في الصدور ومعاه شهود، معاه شاهدين. مفيش 2 شهود يشهدوا على ايه؟ على الكلام ده، وان دي فعلا نزلت يسمعوها او كتبوها. طيب لحد ما جه اخر ايتين في سوره التوبه، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من انزل عند الصحابي واحد مكتوب عنه هي الصحابي ده بس. طب وبعدين ما احنا عاوزين شهود، مش لاقيين شهود. طب وبعدين طب ده هو واحد هو يثبت ان الكلام ده الايتين دول نزلوا في المكان ده. فبعض الصحابه اثبتوا له ان الراجل ده في حديث يخصه ان هو شهادته برجلين. ليه؟ لان كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض من واحد يهودي مال ردوا له، فجه اليهودي طالب النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات ثاني مرة ثانية، ردته لك يقول لك لا ما ردتوليش. فمين فالصحابي ده ايه؟ يقول قال تشهد اني رددت اليه ماله. انت فاكر كنت موجود؟ يعني عاوز اقول له انت كنت موجود لما انا رديته؟ قال نعم يا رسول الله اشهد. فخلاص اليهودي خلاص ما تمشي الكلمه ده في شاهد اهو ومشي. قال له انت كنت موجود ساعه ما نزلت ماله؟ قال يا رسول الله اصدقك في امر السماء. لا ما تصدقش، ده انا عارف ان اليهودي ايه، انا واثق ان انت طالما قلت انت الصادق المصدوق. فقال حديث ان الراجل ده شهادته بايه؟ بشهاده الرجلين. فمن هنا زي اللي ثابت رضي الله عنهم جميعا خد الايه منه واثبتها على ان الراجل ده شهادته بايه؟ صحابي ده شهادته بشهاده الرجلين. وجمع فابتعاده وحفظ المصحف عند ام المؤمنين عائشه. فلما مات ابو بكر الصديق رضي الله عنه الصحابه اجمعين جه سيدنا عمر المصحف اتنقل من عند ام المؤمنين عائشه راح لايه؟ لبيت ام المؤمنين ايه؟ حفص. لما مات سيدنا عمر جه سيدنا عثمان لما جمع عبي حارب الروم فجمع الجيوش من كل البلاد اللي دخلت الاسلام. بلاد اللي في البصره واللي في الكوفه واللي في الشام واللي في الحجاز واللي كل جمعهم وقاعدين بيراجعوا عشان يبداوا المعركه. فده بيراجع بلهجه وده بيراجع بلهجه وده بيراجع بلهجه اللي هو حفظ
بالرجال المحافظ وعلموا بيها وده بداعي الجبلات. فبدأوا ان هم يقوموا شوية يمسكوا بعض فكادوا ان يقتتلوا. انت بتغلط انت بتغلط انت بتلحن انت بتلحن انت بتلحن القرآن انت بتقرا غلط انت بتقرا غلط. فالصحابة كانت تقوم فتنة. فالصحابة الموجودين اشاروا على سيدنا عثمان ان هو يجمع المصحف المسلمين على مصحف ايه؟ واحد. ده كان فيه لهجات 7 وأحرف 7، ده بيقرأ بلهجة وده بيقرأ بلهجة وده بيقرأ بلهجة مختلفة عن الثانية. فمن هنا سيدنا عثمان رفض الأول ومع ضغط الصحابة وافق فجاب الرسامين ترسم. الرسامين ايه؟ ترسم زي ما قلنا اهو. جاب الرسامين ايه؟ ترسم. فرسمت المصحف رسم كده. رسمت المصحف ايه؟ رسم من غير نقص من غير تشكيل. وارسل من ال6 نسخ دول ارسل في البلاد في الكوفه والشام والبصره والكلام من. فلما ارسل اللي كان هو ده منشأ ايه؟ القراءات ال7 من خلال ايه؟ الاحرف ال7. فالبلد دي كانت بتقراها فتبينوا فقراءتها ايه؟ البلد دي كانت بتقراها ايه؟ فتثبت. والمعنى واحد. المعنى يعني تأكد من الكلام اللي جاي لك، تتأكد من الخبر اللي جاي لك، فتثبت فتبين معنى واحد. فهنا من هنا بدأت ايه؟ فبدأت ان هي تنشأ القراءات فاشتهر البلد دي. فقالوا ايه؟ عليكم باتباع وارتدوهم وقالوا عليكم باتباع مصحف الإمام هو من غير نقص خالص. وما دون ذلك من القرآن يبقى هو عارف ان اللي عندهم هيبقى فيه خلافات ثانيه بس تخالف الرد فأحرقوه. احرقوه ليه؟ لتوحيد الأمة. فخلاص ده اللي بيقرأها فتبينوا قراءة، ده اللي بيقرأها تعملون، ده اللي بيقرأها يعملون، ده اللي بيقرأها مسكين، ده اللي بيقرأها مساكين. يبقى ايه؟ يبقى وهكذا. ده اللي بيقرأها بالمفرد، ده اللي بيقرأها بالجمع، ده اللي بيقرأها للحافظ للمذكر للمؤنث التذكير والتأنيث. يبقى ده ايه؟ فجمع المسلمين على مصحف واحد. ومن هنا نشأت ايه؟ البلد دي بلد الكوفة بدأوا ان هم جالهم المصحف فبدأ يقرأ القارئ بما يتناسب اللهجة اللي معاه ما يتناسب مع الرسم المصحف. فمن هنا اشتهر القارئ ده يقولوا ايه؟ قراءة نافع، قراءة عاصم، قراءة ابن كثير، قراءة ابن كثير. من خلال ايه؟ من خلال ما وافق اللهجة، ما توافق من اللهجة مع الرسم. بالنسبه للسكين والمساكين هي اصلا ما كانش في الف يعرفوا ان في الف. هم تعمدوا ان النظام من غير الف من غير الف عشان ايه؟ عشان هم عارفين ان في ناس عشان ايوه يعني هي كانت تعرفوا الصحابه بقى بداوا ان هو كان خلاص كان بدا بقى مع السنين بداوا يعرفوا ان في لهجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت سيدنا عمر، بعد موت سيدنا عمر مع هشام بدات الصحابه تعرف ان القران نزل على لهجات ايه؟ مختلفه. وعارفين مختلفين كده سيدنا عثمان قال له ايه؟ وما دون ذلك من القران فاحرقوه. من ايه؟ من القران فاحرقوه. ومن هنا نشأت ايه؟ القراءات ال7 اللي اشتهر القارئ بقراءته ان هو قارئ القرآن ما يوافق ما توافق مع اللهجة او الحرف مع الرسم العثماني. كده اشتهرت القراءة. في ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل ميم الجمع دي فيها مد صلة. كل ميم الجمع دي فيها ايه؟ مد صلة. وهكذا. يعني حد سيدنا عثمان يشكل القرآن ما تشكلش كده نفهم من الكلام من غير نوع. بعد كده بقى تقريبا المواد المولانا من بيوتكم عائشة موجود ولا نصر الرمضانية؟ ومصحف أطلع موجود أطلع هو فين دلوقتي؟
الله أعلم. العلم عند الله. طب والسند نفسه يا شيخ، السند نفسه دلوقتي نقل السند من واحد لواحد، بداية السند أصلا ازاي؟ أنا مش أصل النبي أو أصل لا بدأ السند